لما تبتدي تفكر تعمل البيزنس بتاعك فأول حاجة بتيجي على بالك إنك تطلع على السوشيال ميديا علشان الجمهور يعرف عنك وعن خدماتك ومنتجاتك. فهنا في سؤال، طب أنا هبتدي أبني المنصات بتاعتي، هبني فيسبوك تويتر وابني الموقع الإلكتروني. إيه المحتوى اللي المفروض الناس تكون عارفاه عن طريق المنصات ديت علشان خاطر تشتري المنتج بتاعي وتجيلي مرة واثنين وثلاثة وتبعد عن المنافسين بتوعي؟ وإيه المحتوى اللي ممكن يشد الجمهور بتاعي بحيث إنه يفضل متابعني باستمرار وما يزهقش مني؟ الإجابة على السؤال ده معانا في الحلقة دي، يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد يوسف وأهلا بكم في قناتي. حلقة النهاردة عن كتابة المحتوى، وأشرح الفرق ما بين نوعين مهمين جدا من أنواع كتابة المحتوى، الكونتنت رايت والكوبي رايت، وأهميتهم بالنسبة لك في عالم البيزنس عشان تقدر تستخدمهم بشكل سليم لو عايز تمشي البيزنس بتاعك صح ويكبر. في الأول خلينا نبتدي بالكونتنت رايت. إيه هو الكونتنت رايت أصلا؟ هو كتابة المحتوى الغير هادف للربح على الإطلاق، بمعنى إن أنت بتقدم معلومة أو قيمة أو نصيحة للجمهور بتاعك، ويشترط إنها تكون في مجالك، ما تروحش تجيب حاجة من بعيدة عن التخصص بتاعك وتشرحها للناس، لا. خلي دايما الكونتنت بتاعك أو المعلومة اللي أنت بتكتبها تفيد الناس، أو مقدمة ليهم نصيحة يقدروا فعلا يستخدموها بشكل فعلي في حياتهم ويستفيدوا منها. طيب ازاي بتتم الموضوع ده، او ازاي نقدر ان احنا نستخدم الكونتنت رايت؟ تعال ادي لك مثلا. شركات الألبان لما بتيجي النهارده تكتب لك على ظهر العبوة طريقة عمل فطار صحي وسريع، ممكن ان انت تستخدم طريقة الفطار ديت او طريقة عمل الفطار دي في الوقت اللي انت ممكن تكون مشغول فيه وعايز تنزل الشغل بتاعك بسرعة. ده على سبيل المثال. او مثل تاني، شركات السياحة اللي النهارده بتوري لك في الموقع الالكتروني بتاعها احسن الاماكن اللي تقدر تزورها في البلد الفلانية، او ازاي ان البادجت العلانيه، يعني الفلوس اللي معاك تقدر تكفيك لو رحت زياره للبلد التانية، او احسن الاماكن السياحيه جوه بلدنا اللي تقدر تروح وتزورها بافضل الاسعار الممكنه. كل ده بيندرج تحت بند الكونتنت رايت، اللي في نهايه الامر بيقدم قيمه انت بتحسها مع الوقت، او بيقدم منفعه انت بتحس ان المحتوى ده نفعك وانت قادر تستفيد منه قدر المستطاع. فدايما ركز في الكونتنت رايت على انك تقدم قيمه من قلب البيزنس بتاعك للجمهور بدون اي غرض ربحي على الاطلاق. ده كان بخصوص الكونتنت رايت. طب الكوبي رايت عباره عن ايه؟ عباره عن كتابه المحتوى الاعلاني او عمليه البيع بشكل صريح. هنا ما ينفعش ان انت تجمل الكلام او تزوقه كده، لا، لازم تخش على المنفعه بشكل مباشر، او ان انت تعرض المنفعه اللي الجمهور بتاعك او العميل بتاعك هيستفيد من شراء المنتج بتاعك او خدمتك. على سبيل المثال، لو جينا النهارده لنفس المثال بتاع علبه اللبن وقلت لك ان في 30% زياده على العبوه، وفي نفس الوقت هي بنفس السعر، فكده الجمهور بتاعك عارف انه هيستفيد بشكل مباشر عن طريق انه هيوفر. لو جيت قلت لك على سبيل المثال بالنسبه لشركه السياحه ان هي بتقدم اتوبيسات مكيفه للرحلات الطويله، او ان هي مخصصه فنادق بس تقدر تحجزها للعائلات، كل دي على سبيل المنفعه او الاستفاده بشكل مباشر للجمهور. بشكل عام ده الفرق ما بين الكونتنت رايت والكوبي رايت. عندك كونتنت او طريقه كتابه الهدف منها مش ربحي خالص، ولكن الهدف ان انت تقدم قيمه للجمهور بتاعك من خلال المنتج او الخدمه اللي بتقدمها. ونوع تاني من انواع المحتوى اللي انت بتبيع بشكل مباشر منتجك وخدماتك. يجي هنا سؤال مهم جدا، امتى استخدم الكونتنت رايت وامتى استخدم الكوبي رايت للبيزنس؟ اقول لك والله ده بناء على الهدف اللي انت عايز تحققه من البيزنس بتاعك. لو هدفك ان انت تزود نسبة المبيعات بشكل كبير فهتركز بشكل كبير جدا على الكوبي رايت او كتابة الاعلانات. اما لو هدفك ان انت تبني ثقة او تخلق وعي اكبر بالمنتج وبالخدمات، على سبيل المثال ان انت منزل منتج جديد عايز الناس تعرف عنه بشكل اكبر، فهتبتدي تركز اكتر على الكونتنت رايت. طب هنا هتقول لي ما هو كل الناس كده هتحتاج الكوبي رايت، هتحتاج انها تكتب اعلانات علشان خاطر تبيع، مفيش حد هيحتاج الكونتنت رايت بشكل كبير. اقول لك غلط. كتابة المحتوى او الكونتنت رايت جزء لا يتجزأ من عملية التسويق بشكل كامل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاصل ان الكونتنت رايت او عملية التوعية بالمنتج بتسهل عملية البيع بشكل كبير. لما انت النهارده تبني الثقة او تخلق علاقة قوية مع الجمهور بتاعك
عن طريق التوعيه، عن طريق ان انت توري له ازاي يستفيد من المنتج، تبين له ان انت متابع معاه الترندات الايجابيه خطوه بخطوه ومرحله بمرحله. ده بيسهل عليك بشكل كبير عمليه البيع. لما الجمهور بيجي يشتري سهل جدا ان انت تكتب له كوبي او محتوى اعلاني، فيبتدي ان هو يقبل على الشراء منك بشكل كبير. طبعا الامر مش فكره ان انا بكتب الكونتنت بس وبستنى خلاص انا كده الكوبي مش هتعمل حاجه، لا، لازم برضه تكون الكوبي او يكون المحتوى الاعلاني مظبوط بالشكل اللي يحقق لي برضه الهدف الربحي والنتيجه المطلوبه منه. بس في المجمل ما ينفعش ان انت تستثني ابدا فكره الكونتنت رايت من عمليه كتابه المحتوى. وبكده اكون وضحت لك الفرق ما بين الكونتنت رايت والكوبي رايت. محتاج منك دلوقتي ان انت تعمل لايك وتعمل شير للفيديو ده علشان يصل الى اكبر قدر ممكن من الناس اللي ممكن تستفيد بالمعلومه. عايزك تسيب لي في التعليقات محتاج تعرف ايه تاني عن مجال كتابه المحتوى. شكرا جزيلا والسلام عليكم.